أنا الراوي المباشر المشاهد للقضية، أنا الحاضر. عمي فد واحد يلف خرقة بيضة على رأسه، لا عالم لا خطيب ولا شيء، اسمه الشيخ عباس الرشتي. أخاف واحد منكم ما سامع هاي القصة، اسمعوها. أنا الراوي، راوي هاي القضية أنا. احنا كان في كربلاء قبل أكثر من 50 سنة خطباء كربلاء كان عندنا مجلس أسبوعي أيام الجمعة الصبح، ورئيسنا رئيس الخطباء كان المرحوم الشيخ محمد علي السيبويه. هذا مرجع، كان صاحب رسالة، كان نفس الوقت رئيس الخطباء. يحضر هو عمامة بيضة قطعة نور، لما تشوفه من بعيد تقول هذا قمر، القمر نازل بدر هذا. فهذا الشيخ عباس الرشتي يسموه. هذا كان يقعد في طاسة كبيرة قدامه يغسل الاستكانات الشاي، هذا الشغل. ودائما دائب الذكر كان، إذا ما عنده شغل دائما القرآن قدامه يقرأ القرآن. رجل تقي كان وحسيني، وكثيرا ما كان يحب أن يستمع إلى مصيبة علي الأكبر. حتى أنا كان يقول لي اقرأ مصيبة علي الأكبر، الغير هم يقول لي اقرأ مصيبة. هذا الرجل اللي يغسل استكان، خلي يسمعوني هذول اللي الآن بهالحسينية هناك ذاك الصوب يغسلون الاستكانات أو يصبون الشاي أو ينظفون الحسينية أو أي خدمة يقدمونها لسيد شباب أهل الجنة. خلي يسمعون اللي احنا وين عايشين، احنا وين، احنا في الجنة والله. إنما الحسين، قال صلى الله عليه وآله، إنما الحسين باب من أبواب الجنة. احنا على أبواب الجنة، أولاد حسين والله انتم كلكم على أبواب الجنة. لا تحسبها هينة وقليلة، أجي والله نصف ساعة شيخ مرتضى يقرأ بالكربلائية وخلاص، لا، الله يعلم شكو وراء الستار شنو، الله يعلم. مولانا هذا الرجل بما أنه يخدم مجلس الخطباء، هو بالسنة 10 أيام بالفاطمية ببيته، بيت فقير بسيط ما عنده شيء. احنا يعني الخطباء كنا نقيم المجلس ونساعده اللي يسوي له مجلس قرايه. سنة من السنين مرض، احنا كنا نروح نعوده، بقي الخطباء هم يروحوا له. الله يرحم الشيخ عبد الزهرة كان يجي، الشيخ هادي يجي، بما انه هذا يخدم مجلس الخطباء كل الخطباء كانوا يجونه. هذا مرض كان يبكي، قلنا له شنو بكاء؟ قال هالسنة بعد ما اقدر اسوي مجلس، اقعد مجلس على الزهرة. قلنا ما يخالف، احنا نقوم نقف لإدارة مجلسك. سوينا المجلس، ما اطول عليك. اول يوم بالنهار الصباح، اول يوم من المجلس هذا بعد مرض السرطان ما مخلي له شيء بالدم، حتى اعظامه تذوب. نستجير بالله. الهي بحق فاطمة الزهراء، الهي بالحسن المجتبى صاحب هذه الايام، اشفي كل مريض. اول يوم من مجلسه هو هيك مستلقى نائم، بعد ماكو، جثة هامدة بس فد نفس خفيف. دكتور جابوا له، كان يقول هذا يومين 3 4 رايح هذا. فهذا بنفس الغرفة الصغيرة مالت القراية فارشين الدوشك مالته ونايم، وكل يوم 1 2 احنا الصغار المبتدئين نصعد المنبر ونسوي لنا فد مجلس توسل وخلاص. صار يوم العاشر بعد نفس اليوم جابوا له الطبيب قال هذا حاله ما يطول الى باكر، خلاص شوفوا شغلكم. احنا اجتمعنا بعض الخطباء اللي شلون ما يخالف نشيله وندفنه. تكاليف ذاك اليوم الدفن كان في كربلاء 3 دنانير ذاك الوقت، ما ادري الاوقاف ما ادري منو هذول ياخذون، يدفنوا بالصحن في الحرم هناك يدفنوا. الدفن كان قليلا ما كان يودون بالوادي هنا. زين،
آخر يوم المجلس ختمناه، راحوا الخطباء، يعني المجموعة 15 20 ما كانوا يوصلون اللي يحضرون كل يوم، كلهم راحوا. أنا مع الشيخ من الخطباء، رجل كبير كان الله يرحمه من زمان متوفي، جلسنا اثنين قاعدين بالغرفة، ماكو أبدا ماكو أحد، هو هم مسجى أمامنا، دا نسولف اللي إن شاء الله هيك نشيع هيك نسوي شيء. وهذا اللي 10 أيام أبدا حركة ماكو، لا يفتح عينه ولا يتحرك، ودا ينازع يعاني سكرات الموت. وإذا به قام وجلس، اللي احنا اثنين نخترعنه حقيقة. انت شوف واحد اللي دا يموت مرة يقوم، والتفت إلى الباب، قام يطالع الباب، باب الغرفة، ابتسم قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، أهلا وسهلا بك سيدي، فدوى أروح لك، هذا وفائك، اجيتني. هسه انت شوف احنا الاثنين شي يصير بحالنا. بعد لحظات قال: سيدي اجيت، ليش ما جبت علي الأكبر وياك؟ هذا حبيب قلبي، ليش ما جبته؟ لحظات مو دقائق، لحظات قال: فدوى اروح لك، علي الأكبر انتم اجيت، اهلا وسهلا، اقدامك على عيوني. هسه احنا الاثنين انا وهذا الشيخ انفاسنا انحبست في صدورنا. لحظات واذا به قال: سيدتي ومولاتي، انت هم اجيتي، فدوى اروح لك يا فاطمة الزهراء. وقام يبكي من الفرح. بعد لحظات قال، التفت صح، قال: سيدي ومولاي صاحب الزمان هم اجى. وقام يحكي يتكلم. بس احنا حقيقة حالتنا صارت حالة. واذا به مرة ثانية يتمدد وفارق الحياة. سيدنا مولانا ثاني يوم احنا شيعناه، لا يعرف احد، لا شهرة ولا لا خطيب لا عالم، صار لتشييع. كل ما اكو اعمامة في كربلاء ذاك اليوم اكثر من 1000 اعمامة، صار لتشييع كأنما مرجع كبير، اكبر مرجع في كربلاء ميت. هذا زعيم الخطباء، رئيس الخطباء رضوان الله عليه، الشيخ، اجينا سولفنا للقضية، هواية بكى. فأقمنا على روحه الفاتحة في المدرسة الحسنية، كانت مدرسة عند قبر أبي الفضل العباس، هناك قعدنا لفاتحة. الشيخ رئيس الخطباء قال لي أمرني، قال: أنت تصعد المنبر في الفاتحة، وحتما أنت تقرأ الفاتحة، ثم وتذكر هاي القصة اللي شفتها. شيخنا صار مجلس فاتحة عجيب على روح هذا الشيخ. اي والله مجلس فاتحة عجيب. وانا على المنبر ذكرت هاي القصة، الناس بكوا، الخطباء بكوا. اجمالا اخواني، من ينتمي الى مؤسسة الحسين يحظى وينال عز الدنيا والآخرة. الآخرة خليها بعد، الحسين شي يسوي ويا خدامه. أسأل الله بحق الحسين الرحمة والرضوان لأسلافنا ولكل من فارقنا وذهب منا.